الملحن العبقري المتميز الدكتور جمال سلامة، عرفته سنة 1994 عندما فكرنا نعمل أوبريت للشرطة باسم أوبريت حراس الوطن، وكان تأليف الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، أشهر شعراء العامية في مصر، ومن إخراج الأستاذ جلال الشرقاوي أكبر مخرج آنذاك. علاقتي بالدكتور جمال سلامة استمرت من 1994 حتى وفاته رحمه الله وغفر له كل ذنوبه. وبعدين كان اتكلم معايا عن كواليس أغنية أهلا بالعيد، وهي أشهر أغنية للأطفال وللكبار الحقيقة. هو بيقول يعني قال لي إن الأغنية دي فكر فيها كتير قوي، لأن كل ليلة عيد كان بيسمع السيدة أم كلثوم بتغني يا ليلة العيد، ومفيش أغنية تانية إلا ليها. وهو بيقول لي انا يعني شفت ان دي اغنيه للكبار، لكن انا كنت عايز اغنيه للاطفال وبرضه للكبار، بس بيكون فيها هيصه، بحب الهيصه يعني. فقال رحت لصديقي الكبير الشاعر ابو وهاب محمد، وانا شفته الحقيقه وزورته في بيته، هذا الشاعر العظيم، وقال له انا عندي مطلع الاغنيه عايزها كده اهلا 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 بالعيد. قلت له كمل انت بقى الكلمات. وبعدين انا اخترت صفاء بالسعود، هي كانت اشهر من تغني أغنيات للأطفال. أما قلت لصفاء استغربت جدا، قالت لي يعني إيه؟ هقول أهلا أهلا بالعيد؟ دي قليلة عليا يعني، أنا مطربة كبيرة. طب قال لها شوف هتشوف إن الأغنية دي هتنجح وتكسر الدنيا. هو بيقول إن بعد ما كتبت الأغنية ولحنها اتصل بالمخرج الكبير شكري أبو عميرة اللي صورها في الشارع، استخدم الحنطور والدراجات، وكان أول تصوير للفيديو كليب في مصر، كان سبقا للمخرج شكري أبو عميرة. قال لي أنا شعرت بسعادة كبيرة جدا بهذه الأغنية لأنها حققت ما أريد، واستطعت أن أقدم أغنية تتحدث عن العيد وتنال هذه الشهرة الكبيرة والواسعة.